السلام عليكم. أنا منى، عندي دلوقتي 27 سنة، وعايزة أحكي لكم قصة حياتي اللي محدش كان يتخيل إنها تبقى كده. قصة عن حب جه من آخر مكان كنت أتوقعه، وعن قرار غير مجرى حياتي كلها. أنا كنت طالبة في كلية الصيدلة سنة رابعة في جامعة القاهرة، بنت وحيدة لأبويا وأمي، عيشة مرفهة الحمد لله. أبويا تاجر أدوات كهربائية وعنده محلات في وسط البلد، وأمي ربة منزل بتهتم بيها جدا. كانت حياتي عادية، مذاكرة وجامعة وصحباتي، وكل حاجة ماشية على ما يرام. من صغري وأنا متعودة على حياة الرفاهية، مش بمعنى الطرف الزايد، لكن كنا عايشين في مستوى كويس جدا. شقة في مدينة نصر، عربية حلوة، مصروف كويس، ولبس من أحسن الماركات. أبويا كان بيصرف عليا بسخاء، وكان عايزني أبقى أحسن واحدة في كل حاجة. في الجامعة كان عندي صحبة من بنات من نفس المستوى تقريبا. كلنا كنا بنحلم بمستقبل زاهر، شغل محترم، جواز من دكتور أو مهندس أو رجل أعمال. ده كان الحلم الطبيعي لأي بنت في وسطنا الاجتماعي. أمي كانت دايما بتقولي يا منى، انت لازم تتجوزي حد يليق بيكي، حد متعلم ومن عيلة كويسة، مش أي حد. وأنا كنت موافقة على الكلام ده، ما كنتش بفكر إن ممكن حياتي تاخد منعطف تاني خالص. كان عندي خطيب قبل كده اسمه عمرو، دكتور أسنان، ابن صاحب أبويا. اتخطبنا وأنا في تالتة كلية، وكان شكلنا من بره الزوجين المثاليين، بس الحقيقة ما كانش فيه حب حقيقي بينا، كان ارتباط شكلي أكتر منه عاطفي. عمرو كان مغرور شوية، وكان بيعاملني كأني ملكه مش شريكة حياته. بعد سنة خطوبة قررنا نفسخ الخطوبة بالتراضي، لأننا الاتنين حسينا إن مفيش توافق حقيقي. الفسخ ده زعل أبويا شوية، لأنه كان شايف إن عمره الفرصة الذهبية، لكن أمي وقفت جنبي وقالت إن الأهم هو سعادتي. بعد الفسخ ده ركزت في دراستي، وقررت إني مش هفكر في الجواز تاني لحد ما أتخرج وأستقر في شغلي. الحياة كانت ماشية بشكل روتيني لحد ما جه اليوم اللي اتغير فيه كل حاجة. في يوم سبت الصبح كنت لوحدي في البيت. أمي سافرت تزور خالتي في الإسكندرية، وأبويا نزل الشغل. الساعة كانت حوالي 10 الصبح، وفجأة لقيت المية في الحمام مش بتنزل خالص. الحنفية باظت تماما والمية وقفت. حاولت أصلحها بنفسي بس مفيش فايدة. اتصلت بأمي، قالت لي اتصلي بالسباك اللي بيجي يصلح حاجات البيت. أول مرة أكلم سباك لوحدي، كنت شوية متوترة بصراحة، بس ما كانش قدامي حل تاني. رقمه كان مكتوب على ورقة في المطبخ. اتصلت بيه وقلت له المشكلة. قال لي حاضر يا فندم، أنا جاي دلوقتي، بس أنا مشغول شوية، ممكن أجي بعد الظهر؟ قلت له تمام. استنيته. الساعة 2 تقريبا سمعت جرس الباب. فتحت لقيت شاب في حدود 29 أو 30 سنة، طويل، سمح قمح، ولابس بدلة شغل نظيفة، معاه شنطة العدة بتاعته. سلم عليا باحترام شديد وقال أنا كريم السباك. ازيك يا فندم؟ أول حاجة لاحظتها فيه إنه مهذب جدا في كلامه، مش زي بعض الصنايعية اللي بيبقوا فظين أو مش محترمين. دخلته ورحت وريته الحمام والمشكلة. قعد يشتغل، وأنا رحت المطبخ أعمل عصير برتقال طبيعي كنت عصرته قبل ما يجي. سمعته بيشتغل بتركيز، وما سمعتش منه أي كلام مش لائق أو أي محاولة للكلام الفاضي. بعد حوالي نص ساعة طلع قال لي خلاص يا فندم، الحنفية اتصلحت، كان في مسمار صدي محشور في الماسورة، طلعته ونضفت كل حاجة، والمياه دلوقتي شغالة تمام. شكرته وسألته ياخد كام. قال له 150 جنيه يا فندم، وده كان سعر معقول جدا. طلعت له الفلوس، وقبل ما يمشي قلت له استنى لحظة. جبت له كوباية العصير وقلت له اتفضل، الجو حر وانت تعبت. استغرب شوية، كأن محدش عمل معاه كده قبل كده. بصلي بنظرة فيها امتنان وقال ربنا يخليكي يا فندم، انت ذوق قوي، والله العظيم أول مرة حد يعاملني بالاحترام ده. كلامه لمسني، حسيت إنه إنسان طيب ومتواضع. قعد دقيقتين شرب العصير، وإحنا بنتكلم كلام عادي سألته عن شغله. قال لي إنه بيشتغل سباك من 7 سنين، ورث المهنة دي من أبوه اللي كان سباك كمان، وإنه بيحاول يبقى أفضل حد في المجال ده. قال لي كمان إنه بيحلم إنه يفتح ورشة كبيرة يوم من الأيام ويعلم الشباب الصنعة دي بشكل صح. حسيت بطاقة إيجابية جواه، راجل محترم وكلامه منطقي ومتواضع. في عينيه كان فيه طموح ونور، مش زي ناس كتير شايفين نفسهم وخلاص. ودعيته ومشى، وفضلت فاكرة كلامه الطيب وابتسامته الصادقة اللي ما كنتش أتوقعه. إن بعدها بأسبوع الدش بتاع الحمام يبوظ تاني، المياه السخنة ما بقتش بتشتغل. قلت يمكن ده نصيب.
اتصلت بكريم تاني، جه بعد الظهر برضه لأنه كان بيشتغل عند ناس تانيين. المرة دي كنت مستنياه وعاملة شاي بالنعناع. لما خلص الشغل قعدنا على الترابيزة في الصالة وشربنا الشاي سوا. بدأنا نتكلم أكتر. عرفت إنه ساكن في شبرا، عايش مع أمه الأرملة وأخته الصغيرة اللي لسه في تانية ثانوي، وإنه هو المسؤول عنهم بعد ما أبوه مات من 5 سنين. حكالي إن أبوه كان سباك محترم في المنطقة، وإنه مات فجأة بجلطة في القلب وهو لسه في الخمسينات من عمره. بعد موت أبوه كريم كان لسه في كلية تجارة سنة تانية، بس اضطر يسيب الكلية عشان يشتغل ويصرف على البيت وعلى تعليم أخته. قال لي كانت أصعب فترة في حياتي يا فندم، كنت بشتغل من الصبح للمغرب، وأمي كانت بتعيط كل يوم على أبويا وعلى إني سبت الكلية، بس الحمد لله ربنا كان معايا، اتعلمت الشغل كويس والناس بقت تثق فيا، ودلوقتي أنا من أحسن السباكين في المنطقة. حسيت بإعجاب بيه أكتر، راجل شايل مسؤولية كبيرة على كتفه وفي نفس الوقت مبتسم ومتفائل. كان بيحكي لي عن أحلامه، إنه عايز يفتح ورشة سباكة كبيرة ويدرب شباب على المهنة دي عشان يبقوا محترفين، وإنه عايز يكمل تعليم أخته لحد ما تدخل الجامعة وتتخرج. سألته وإنت يا كريم مش بتفكر ترجع تكمل دراستك؟ قال لي بحلم بده، بس دلوقتي أولويتي هي أختي وأمي، لما أختي تدخل الجامعة وتستقر ساعتها ممكن أفكر في نفسي. الكلام ده خلاني أحترمه جدا، راجل فاهم مسؤوليته ومقدم أهله على نفسه. من النادر تلاقي شاب في السن ده عنده الوعي والنضج ده. من يومها بقينا نتكلم على التليفون. في الأول كان الكلام عادي، سلام وسؤال عن الأحوال، بعدين بقى أعمق، بقينا نحكي لبعض عن يومنا وعن أحلامنا ومشاكلنا. لقيت نفسي مستنية مكالمته كل يوم، صوته كان بيريحني جدا. كريم كان بيسألني عن دراستي وعن أخبار الكلية، وأنا كنت بسأله عن شغله وعن أحواله. كنا بنتكلم في كل حاجة، من السياسة للدين للأفلام للأكل. اكتشفت إن عندنا أفكار متشابهة في حاجات كتير، وإن كريم رغم إنه ما أكملش تعليمه الجامعي إلا إنه مثقف وواعي وبيقرأ كتير. قال لي إنه بيحب يقرأ كتب دينية وكتب تنمية بشرية، وإنه بيتفرج على محاضرات على اليوتيوب عشان يطور نفسه. كمان كان بيحكي لي عن إزاي بيحاول يعلم العيال اللي شغالين معاه مش بس الشغل، لكن كمان الأخلاق والأمانة في التعامل مع الناس. صحباتي في الجامعة لاحظوا إني اتغيرت، بقيت أكتر سعادة وأكتر ابتسامة. مروة أقرب صاحبة ليا سألتني في إيه يا منى، انتي بقيتي نورانية كده ليه، في حد جديد؟ في الأول ما قدرتش أقولها، كنت خايفة من ردة فعلها، بس بعدين قررت أكون صريحة معاها. حكيت لها عن كريم وعن إزاي بتكلم معاه وبحس براحة معاه. مروة بصتلي باستغراب وقالت سباك؟ يا منى انتي بتهزري، انتي بنت دكتور ناجح وعندك مستقبل وبتكلمي سباك؟ الناس هتقول عليكي ايه؟ كلامها وجعني، بس حاولت أفهمها يا مروة، كريم مش مجرد سباك، ده إنسان محترم ومكافح وعنده أخلاق، ومفيش أي حاجة غلط في إني أتكلم معاه. مروة هزت راسها وقالت بس يا منى الفرق الاجتماعي كبير قوي وأهلك مش هيوافقوا أبدا، فكري كويس في الموضوع ده قبل ما تتورطي عاطفيا. كلامها خلاني أفكر، فعلا الموضوع مش سهل، بس في نفس الوقت قلبي كان بيقولي إن كريم مختلف وإنه يستاهل الفرصة دي. بعد شهرين من الكلام المستمر كريم طلب يقابلني في مكان عام، كافيه محترم في مدينة نصر. رحت له، وللمرة الأولى اتقابلنا في جو غير جو الشغل. كان لابس قميص أبيض وبنطلون جينز، شكله كان مختلف تماما عن شكله وقت الشغل. قعدنا نتكلم ساعتين متواصلين، وكل دقيقة كانت بتأكد لي إني مش غلطانة في إحساسي تجاهه. كريم كان بيحكي لي عن طفولته، عن علاقته بأبوه، عن أحلامه المستقبلية، وأنا حكيت له عن حياتي، عن خطوبتي الفاشلة، عن علاقتي بأهلي. في نهاية اللقاء كريم بص في عيني وقال منى أنا عارف إننا من عالمين مختلفين، بس أنا حبيتك ومش عارف أخبي إحساسي ده أكتر من كده. لو حاسة بنفس الإحساس أنا مستعد أبقى أحسن إنسان ليكي، ولو مش حاسة أنا هحترم قرارك وهبعد. قلبي كان بيدق بسرعة، الحقيقة أني أنا كمان كنت حاسة بحاجة ليه، بس كنت خايفة من رد فعل أهلي، من كلام الناس، من كل حاجة. بس في نفس الوقت كنت حاسة أن كريم ده راجل أصيل ومحترم ونادر. قلت له كريم أنا محتاجة وقت أفكر، ده قرار مش سهل. قال لي خدي وقتك أنا مستني. قعدت أسبوع كامل في صراع نفسي رهيب. من ناحية كنت بحبه فعلا وحاسة إنه الشخص اللي ممكن أكمل معاه حياتي،
ومن ناحية تانية كنت عارفة إن المجتمع بتاعنا مش هيتقبل الموضوع بسهولة. كنت خايفة من رد فعل أهلي بالذات. أبويا راجل تقليدي جدا، وكان نفسه أجوز دكتور أو مهندس أو صيدلي زي. كمان كنت خايفة على كريم نفسه، خايفة إنه يتعرض للإهانة من أهلي أو من الناس اللي حوالينا. كنت بصلي ربنا كتير وبستخيره، وبدور على إشارة تدلني على القرار الصح. بس في يوم حصلت حاجة خلتني أخد قراري بشكل نهائي. كنت راجعة من الجامعة، والعربية بتاعتنا وقفت في نص الطريق، محدش حواليا يساعدني، والجو كان بيدخل في المغرب والمكان مش آمن قوي. حاولت أشغل العربية تاني بس مفيش فايدة، واضح إن في مشكلة في الموتور. اتصلت بأبويا، تليفونه كان مقفول. أمي كمان. بقيت خايفة فعلا، الشارع كان بيخلى والظلام بدأ ينزل. اتصلت بكريم رغم إني كنت عارفة إنه في شغل في منطقة بعيدة. رد عليا بسرعة، قلت له على الموضوع. قال لي أنا جاي دلوقتي، ما تخافيش وما تنزليش من العربية، قفلي الأبواب كويس واستني. وصلني في أقل من نص ساعة، رغم إنه كان بعيد في مدينة نصر وأنا كنت في طريق المعادي. جه وصلح العربية في الشارع، كان معاه عدة طوارئ. اتضح إن المشكلة كانت بسيطة في البطارية، عرف يحلها في ربع ساعة. لما خلص بصلي وقال الحمد لله على سلامتك، كنت هموت من القلق عليكي. تخيلي لو حد غريب حاول يستغل وجودك لوحدك. لقيته العشان من الخوف عليا، وفي عينيه كان فيه اهتمام حقيقي ومش مصطنع. في اللحظة دي عرفت إني اخترته، واحد زيه ساب شغله وجه يطمن عليا في وقت ما حد تاني كان موجود. ده يستاهل إني أقف جنبه مهما كانت الظروف. قلت له كريم أنا موافقة، بحبك أنا كمان، بس لازم نعمل ده صح. لازم تيجي تخطبني من أهلي. فرح جدا، عيونه لمعت. قال لي والله ده أحسن يوم في حياتي، بس منى أنا خايفة أبوكي ميوافقش. أنا سباك بسيط وانتي بنت ناس محترمين ومن طبقة اجتماعية أعلى بكتير. قلت له سيبها عليه، أنا هكلم أمي الأول بعدين نشوف. بس وعدني إنك مش هتستسلم بسهولة مهما حصل. رحت البيت قلبي بيدق زي الطبلة. استنيت لحد ما أمي جت من بره، قعدت معاها في أوضتها وقفلت الباب وحكيت لها كل حاجة من الأول للآخر. في الأول أمي اتصدمت بشكل مش طبيعي. قالت لي منى انتي بتهزري صح؟ سباك؟ أبوكي لما يعرف هيتجنن. احنا عيلة محترمة وانت بنتنا الوحيدة، كنا بنحلم بجوازة تليق بيكي. بس لما شافت الدموع في عيني وحستني جدية ومش بهزر قعدت تسمع. حكيت لها عن كريم بالتفصيل، عن أخلاقه العالية، عن مسؤوليته تجاه أهله اللي بيصرف عليهم لوحده، عن طموحه وأحلامه، عن الطريقة اللي بيحترمني ويقدرني بيها، عن ازاي جاي يساعدني لما العربية وقفت وما حد كان موجود. أمي سكتت شوية وعيونها اتملت بالدموع. قالت لي يا بنتي أنا مش ضد إن الواحد يحب، الحب نعمة من ربنا، بس أبوكي عنده أحلام كبيرة ليكي. هو عايزك تبقي دكتورة صيدلانية ناجحة وتتجوزي حد من طبقتنا من نفس المستوى الاجتماعي بتاعنا عشان تعيشي حياة مرفهة زي ما انتي متعودة. قلت لها يا ماما كريم ممكن يبقى أحسن من أي دكتور أو مهندس، هو راجل أصيل ومحترم وشغال بإيده الشريفة، ده مش عيب، ده شرف. وأنا مش عايزة حياة رفاهية من غير حب، أنا عايزة أعيش مع راجل يحبني ويحترمني ويقدرني، ده اللي يهمني. أمي مسحت دموعها وقالت طيب يا منى أنا هحاول أكلم أبوكي، بس استعدي لأي حاجة، أبوكي راجل صعب وممكن رده يكون قاسي. في المساء أمي كلمت أبويا في أوضتهم وأنا كنت قاعدة في أوضتي، قلبي بيدق وأنا بسمع صوت أبويا عالي من عندهم. إيه الكلام الفاضي ده؟ بنتي تتجوز سباك؟ دي هتبقى فضيحة في العيلة كلها. الناس هتقول إيه؟ هيقولوا إن أبو منى ملقاش لبنته عريس محترم وجوزها سباك. صوته كان عالي جدا وأنا حسيت إن قلبي هينفجر من الخوف. نزلت من أوضتي ودخلت عليهم، لقيت أبويا واقف وحالته مش طبيعية من العصبية، وأمي قاعدة على السرير وبتعيط. قلت له بصوت هادي يا بابا أرجوك اسمعني، أنا بحبه وهو راجل محترم جدا ومش أي حد، ياريت تديله فرصة تقابله وتحكم بنفسك. أبويا بص لي بنظرة فيها حزن وغضب في نفس الوقت. قال لي يا منى أنا ربيتك أحسن تربية، صرفت عليكي آلاف الجنيهات في أحسن مدارس خاصة وجامعة خاصة، جبتلك كل حاجة انتي عايزاها، عشان تيجي النهاردة تقوليلي عايزة تتجوزي سباك؟ الناس اللي زيه مش من عالمنا يا منى، مش من مستوانا. كلامه وجعني جدا، حسيت ان قلبي اتقطع بس ما استسلمتش. قلت له بحزم يا بابا
أنا بقدر كل اللي عملته ليا، وعمري ما هنسى تعبك معايا، بس أنا دلوقتي كبرت وعندي 23 سنة وعارفة أنا عايزة إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ما قالش إذا جاءكم صاحب شهادة عالية أو فلوس كتير أو من طبقة اجتماعية معينة. كريم ملتزم دينيا جدا وأخلاقه عالية، ومحدش يقدر يقول عليه أي حاجة وحشة، ده اللي المفروض يهمنا. أبويا سكت شوية كأن كلامي أثر فيه. أمي كمان تبصت له ببص معناه اسمعها يا راجل. البنت جادة. بعد صمت طويل حسيت فيه إن الدنيا وقفت. أبويا قال لي: طيب أنا هقابله، بس ما وعدكيش بحاجة، وما تتوقعيش إني هوافق بسهولة. كان ده أحسن رد ممكن أسمعه في الوقت ده. على الأقل هو موافق يقابله، ودي كانت الخطوة الأولى. اتصلت بكريم وقلت له الأخبار. كان خايف جدا. قال لي: يا رب أبوك يقبلني، أنا مش هعرف أعيش من غيرك يا منة. طمنته وقلت له: المهم أنت تكون على طبيعتك، ما تتوترش، وكون واثق في نفسك. في الجمعة اللي بعدها كريم جه البيت الساعة 5 العصر بالظبط زي ما اتفقنا. كان لابس بدلة رسمية زرقاء غامقة وشكله كان محترم جدا. معاه باقة وردة حمرا جميلة لأمي، ووقف قدام أبويا بأدب شديد. أبويا كان جامد معاه جدا، وجهه كان مقفول وما كانش في أي ابتسامة. قعدوا في الصالة وأنا وأمي قعدنا معاهم. أبويا بدأ يسأله أسئلة كتيرة ومباشرة بدون أي مجاملات. أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ كريم رد بثقة: أنا سباك يا حضرة الحاج، بصلح كل حاجة متعلقة بالسباكة والصرف الصحي، وأحيانا بشتغل في تركيبات المياه في العمارات الجديدة. ودخلك الشهري كام؟ حوالي 4000 جنيه يا فندم. مش فلوس كتيرة، بس الحمد لله بتكفيني وبتكفي أهلي. وعايز تتجوز بنتي بالفلوس دي؟ بنتي متعودة على مستوى معيشة معين، هتقدر توفر لها ده؟ كريم بص لأبويا في عينه وقال: بصراحة يا حضرة الحاج، أنا مش هكدب عليك وأقولك إن هقدر أعيش منا بنفس المستوى اللي أنت عودتها عليه، على الأقل مش في البداية. بس أنا عندي خطة واضحة لمستقبلي. أنا بدخل من سنين عشان أفتح ورشة سباكة خاصة بيا، وعندي دلوقتي حوالي 50,000 جنيه مدخرين. في خلال 2 إن شاء الله هكون فتحت الورشة دي، ودخلي هيزيد بشكل كبير. أبويا سأله: وليه اختارت بنتي بالذات؟ في بنات كتير ممكن تكون أقرب ليكي في المستوى الاجتماعي. كريم قال بكل صدق: لأني بحبها يا فندم، بحب أخلاقها وطيبتها وتربيتها الراقية، وبحب إنها بتحترم الناس من غير ما تبص لمستواهم المادي أو الاجتماعي. منى علمتني إن في ناس لسه فاضلة في الدنيا، ناس بتقدر الإنسان بأخلاقه مش بفلوسه. أنا عارف إني مش الاختيار المثالي من وجهة نظر حضرتك، بس هوعدك بحاجة واحدة، إنها هعملها كأنها ملكة، وهشتغل بكل طاقتي وبكل جهدي عشان أبقى كفء ليها وأوفر لها حياة كريمة. أمي اللي كانت قاعدة ساكتة طول الوقت قالت بصوت هادي: والله يا أبو منى، الراجل كلامه محترم جدا، وأنا شايفة فيه جدية وصدق. مش كل يوم تلاقي شاب بالأخلاق والمسؤولية دي. أبويا معلقش، بس كان واضح إنه بيفكر. بعد شوية صمت قام قال: أنا محتاجة أفكر، هاخد وقتي في الموضوع ده. كريم قام واحترمه ومشى، وأنا مشيت معاه لحد باب العمارة. قال لي: أنا حاسس إن أبوكي مش مقتنع، صح؟ قلت له: خليك صبور يا كريم، أبويا محتاج وقت، بس هو مش من النوع اللي بياخد قرارات بسرعة. أسبوعين مروا وكانوا أطول وأصعب أسبوعين في حياتي. أبويا كان ساكت تماما، مش بيتكلم في الموضوع خالص. كل ما أحاول أفتح الموضوع معاه كان بيقولي أنا لسه بفكر. أنا كنت بصلي ربنا ليل نهار، بصلي قيام الليل، وبدعي إن ربنا يهدي قلب أبويا ويرضيه. في يوم أبويا كلمني بعد ما رجع من الشغل، ودخلني أوضته وقفل الباب. قال لي: منى، أنا عملت حاجة ممكن تزعلي مني عليها، بس كان لازم أعملها عشان أطمن على مستقبلك. قلبي وقف من الخوف. سألته: عملت إيه يا بابا؟ قال: أنا رحت شفت كريم في شغله من غير ما يعرف. رحت المنطقة اللي هو بيشتغل فيها واتفرجت عليه وهو بيشتغل عند ناس في عمارة. كمان كلمت ناس كتير في المنطقة وسألت عنه. قلبي بدأ يدق بسرعة. سألته بقلق: وشفت إيه يا بابا؟ قال وصوته كان أهدى من المعتاد: شفت راجل محترم جدا يا منى، راجل بيشتغل بضمير وأمانة، بيعامل الناس كويس ومحترم مع الستات كبار السن، والعيال الصغيرين اللي شغالين معاه بيحبوه جدا ويحترموه ويقولوا عليه معلم كريم. سألت عنه ناس كتير في المنطقة، كلهم ما قالوش غير كلام كويس. قالوا انه امين جدا وما بياخدش قرش زيادة عن حقه، وانه بيساعد الفقراء ومش بياخد منهم فلوس. لما بيصلح لهم حاجة
دموعي بدأت تنزل من غير ما أحس، وهو كمل وكمان راحت البيت بتاعه في شبرا وقابلت أمه وأخته. لقيتهم ناس طيبين ومحترمين جدا، البيت نظيف ومرتب رغم إنه بسيط، وأمه ست محترمة، وكلامها عن كريم خلاني أحترمه أكتر. قالت لي إنه مقصر معاها يوم واحد، وإنه بيصرف على أخته بكل حب عشان تكمل تعليمها. ما قدرتش أتمالك نفسي، قلت له الدموع نازلة: يعني إيه يا بابا؟ يعني إيه كل ده؟ أبويا قرب مني ومسح دموعي بإيده وقالي، وعينه هي كمان دمعة: يعني إني كنت غلطان يا منى، غلطان جدا. كنت بحكم على الراجل بشغلته وبفلوسه، مش بأخلاقه وقيمته كإنسان. أنا موافق يا بنتي، موافق تتجوزي كريم، بس بشرط واحد بس. قلت له وأنا مش مصدقة أي شرط يا بابا، أي حاجة. قال الشرط إنه يقبل إني أساعده يفتح الورشة اللي بيحلم بيها وأكون شريك معاه فيها، مش عشان ما أسقش فيه، لكن عشان عايزة أشجعه وأدعمه، وعايزة أساعده يوفر لبنتي حياة كريمة، وكمان عايزة أشوفه ناجح، لأني دلوقتي بقيت مؤمن إنه يستاهل النجاح ده. ما صدقتش نفسي، حضنت أبويا وفضلت أعيط من الفرحة لدرجة إني ما بقتش قادرة أتكلم. أبويا حضني برضه وكان بيبكي معايا وقال: سامحيني يا حبيبتي، أنا كنت بفكر غلط وكنت بدور على حاجات مش مهمة. المهم إن الراجل يكون كويس ويخاف ربنا فيكي، ودي لقيتها في كريم. بعدها بيومين أبويا كلم كريم بنفسه على التليفون وطلب منه يجي البيت تاني. كريم جه وهو متوتر جدا، بس لما أبويا قاله إنه موافق وإنه عايز يساعده في مشروع الورشة، كريم بكى قدامنا كلنا من الفرحة. قال أبويا: أنا مش عارف أقول إيه يا حضرة الحاج، ده أكتر من حلمي، ربنا يخليك ويباركلك في عمرك وصحتك ورزقك. هوعدك إني مش هخيب ظنك أبدا، ومش هقصر مع منا أبدا. أبويا ربت على كتفه وقاله: أنا واثق فيك يا كريم، وأنا دلوقتي بعتبرك ابني قبل ما تكون صهري. الفترة اللي بعد الموافقة دي كانت من أجمل الفترات في حياتي. أبويا فعلا ساعد كريم يفتح ورشة في منطقة المعادي، منطقة راقية فيها زبون كتير. أبويا استأجر له المحل ودفع له الإيجار السنة الأولى كلها، وكمان ساعده يجيب المعدات اللازمة. كريم من ناحيته أثبت إنه فعلا راجل شغل ومتفاني، كان بيشتغل من الصبح الساعة 7 لحد الساعة 9 بالليل، ما كانش بيرتاح. الورشة نجحت نجاح كبير جدا، وبعد 6 أشهر بس كان دخلوا الضعف أكتر من 3 مرات. أما بالنسبة لصحباتي ومعارفنا فكان في اللي فرحوا لينا بصدق، زي مروة اللي في الآخر قالت لي: أنا كنت غلطانة يا منى، كريم فعلا راجل محترم وانتي محظوظة بيه. وكان في اللي اتكلموا بالسوء واستغربوا وحاولوا يشككوني في قراري. سمع كلام كتير وقاسي: منى الصيدلانية تتجوز سباك؟ يا خسارة عليها، أكيد مسحورة أو عملوا سحر. يا عيني على أهلها، أكيد مضطرين يوافقوا عشان بنتهم متعنسة، مستحيل الجواز ده يكمل، هتندم بعد سنة. الكلام ده كان بيوجعني في الأول، بس بعدين قررت إني ما أديلوش أي أهمية. أنا كنت واثقة في قراري، وأبويا وأمي وقفوا جنبي بقوة كبيرة. أبويا كان بيرد على أي حد بيتكلم بوضوح ويقوله: أنا زوجت بنتي الراجل محترم وشريف وخايف ربنا، ده اللي يهمني، باقي الكلام ما يهمنيش، واللي مش عاجبه ما يحضرش الفرح. قررنا نعمل الفرح بسيط وغير مكلف، مش عشان ما عندناش فلوس، لكن عشان أنا وكريم كنا عايزين نبدأ حياتنا بحاجة بسيطة وجميلة من غير تكاليف ومبالغات. الفرح كان في قاعة صغيرة، حضر الأهل والأصحاب المقربين بس، الناس اللي بنحبهم فعلا وبيحبونا. كان فرح بسيط لكن جميل جدا، مليان حب وفرحة حقيقية، وأهم حاجة كان فيه بركة. كل الناس اللي حضروا كانوا مبسوطين وبيدعولنا من قلبهم. دلوقتي أنا متجوزة كريم من 4 سنين، وعندنا بنت جميلة اسمها ملك عندها 2 سنين. حياتنا مش رفاهية زي ما كنت عايشة عند أبويا في البداية، لكنها حياة فيها حب حقيقي وسعادة ما تتوصفش. كريم بيحبني ويحترمني ويقدرني، وبيشتغل بجد عشان يوفر لي ولملك حياة كويسة. دلوقتي الورشة بتاعته بقت من أشهر ورش السباكة في القاهرة، عنده 10 عمال شغالين معاه، وبيدربهم بنفسه وبيعلمهم الأمانة والإتقان في الشغل. أنا اتخرجت من كلية الصيدلة بتقدير جيد جدا، وبشتغل دلوقتي في صيدلية مشهورة قريبة من بيتنا، ودخلي كويس الحمد لله. وفي نفس الوقت بساعد كريم في حسابات الورشة وفي الأمور الإدارية، لأني درست محاسبة في الثانوي. العلاقة بين كريم وأبويا بقت علاقة أب وابنه فعلا، مش بس سهر وحماه. أبويا بيقول دايما دلوقتي كريم من أحسن القرارات اللي اتخذتها في حياتي، ولو كنت رفضته
كنت حرمت نفسي من ابن زي ده. أم كريم وأخته اللي اسمها نور ودخلت كلية التجارة السنة دي بقوا جزء من عيلتنا، وأمي بتعاملهم كأنهم بناتها. نور بتحبني جدا وبتقولي دايما انتي أحسن حاجة حصلت لأخويا. يا منى، الدرس الكبير اللي اتعلمته من التجربة دي هو إن القيمة الحقيقية للإنسان مش في شغلته أو في فلوسه أو في طبقته الاجتماعية، لكن في أخلاقه وإخلاصه وطموحه ومدى خوفه من ربنا. كريم علمني إن الراجل الحقيقي هو اللي بيشتغل بإيده الشريفة من غير ما يستحي، واللي بيصون أهله ويحافظ على كرامتهم، مش اللي عنده شهادات معلقة على الحيطة بس مفيش جواه رجولة حقيقية أو مسؤولية. كمان اتعلمت إن الأهل الحكيمين هما اللي بيشوفوا مصلحة ولادهم الحقيقية، مش اللي بيدوروا على المظاهر والكلام الفارغ. أبويا كان ممكن يفضل متمسك برأيه ويرفض كريم بشكل نهائي، بس لما بحث عنه بنفسه وشاف الحقيقة كان عنده الشجاعة والحكمة إنه يغير موقفه ويعترف بغلطه، ودي حاجة قليلة جدا في مجتمعنا، وده اللي خلاه أب عظيم ومحترم في نظري. لو في أي بنت دلوقتي بتمر بنفس الموقف اللي أنا مريت بيه، نصيحتي ليها من كل قلبي: لو لقيتي راجل بيحبك بصدق ويحترمك ويقدرك وشغال بإيده الشريفة ومحترم وخايف ربنا، ما تسيبيهوش عشان كلام الناس أو عشان الفروق الاجتماعية. الناس هتتكلم في كل الأحوال، سواء عملتي صح أو غلط، سواء اتجوزتي غني أو فقير. اللي يهم في الآخر هو سعادتك الحقيقية وراحة بالك واستقرارك النفسي. والأهم من كده، أي أب وأم بيقرأ أو بيسمع كلامي، لو لقيتوا إن ولادكم اختاروا حد كويس وملتزم دينيا وأخلاقيا، حتى لو مش من نفس المستوى الاجتماعي أو المادي، حاولوا تشوفوا الإنسان اللي جواه وأخلاقه ومبادئه، مش الفلوس اللي في جيبه أو الشهادات اللي معاه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل العربي على أعجمي ولا الأبيض على أسود إلا بالتقوى. دي كانت قصتي الكاملة، قصة بنت من عيلة محترمة ومرفهة، حبت سباك بسيط ومكافح واتجوزته رغم كل الصعوبات والعقبات والكلام، وبقت من أسعد الناس. ربنا يديم علينا الحب والسعادة والبركة، ويرزق كل بنت بالراجل اللي يستاهلها ويخاف ربنا فيها، ويرزق كل شاب الست اللي تكون سنده الحقيقي في الحياة. وأخيرا عايزة أقول حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي لسه بتحكم على البشر بشغلهم أو بفلوسهم أو بطبقتهم الاجتماعية. افتكروا كويس إن يوم ما هنقف كلنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، مش هيسألنا كنا بنشتغل إيه، أو عندنا كام فلوس في البنك، أو عايشين في أنهي منطقة. هيسألنا كنا أمناء ومحترمين في شغلنا ولا لأ، عملنا الناس بإحسان ولا لأ، حافظنا على أهلنا ولا لأ، خفنا من ربنا في كل تصرفاتنا ولا لأ. الحمد لله على كل حاجة، والحمد لله اللي هداني لكريم وهد قلبي ليه، وهد أبويا إنه يقبله ويشجعه. دي نعمة كبيرة جدا ربنا أنعم بيها علينا كلنا، ونعمة ما نقدرش نوفيها حقها مهما شكرنا. وبكده أكون خلصت حكايتي الكاملة معاكم. أتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم وتكون فيها فايدة وعبرة لأي حد محتاج يسمعها أو يستفيد منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.